بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل على متابعينا الأعزاء في قناتكم قناة الدكتور مجدي عبد الستار للاستشارات الثروة الحيوانية والطب البيطري. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وناس كتيرة سألتنا عنه، موضوع العرق في حيوانات المزرعة وبالذات الأبقار الحلاب. العرق في الأبقار مشكلة كبيرة جدا وخصوصا في مزارع اللبن، وبيسبب خسائر اقتصادية ضخمة لو نسبته عالية في القطيع. قبل ما نتكلم عن علاج العرق او اسبابه نتكلم عن انواع العرق في الابقار. طبعا هما نوعين، في حاجه اسمها عرق معدي وده اسمه انفكشوس لامينس. ده بيكون سببه امراض بكتيريه وبيظهر فجاه. الحيوان بيعرق وبيسبب بيحس بالالم شديد، بس معظم الحالات دي بتخف بسرعه مع العلاج المناسب والمتابعه الجيده. النون انفكشوس لامينس طبعا العلاج غير المعدي او العرق غير المعدي، ده بيكون بسبب التهاب او جرح في الرجل او خراج او مشاكل في الانسجه الحساسه في الحافر. زي ما قلنا ان الحافر بحاجه اسمها الوعره او الوجره او الخراج اللي بيحصل في الحافر نتيجه داس على صفيحه، داس على زواقه، داس على حته ازاز مكسر، داس على حديده، داس على اي حاجه بتعمل له خراج في او جرح في الحافر. طبعا السبب الرئيسي ليه بيكون التغذيه والوقوف على ارضيه غير مناسبه. السبب الرئيسي ليه بيكون التغذية أو الوقوف على أرضية غير مناسبة زي ما قلنا. خد بالك أحيانا العرق بيكون مجرد عرض جانبي في حالات الحمى زي الحمى القلعية مثلا، ممكن يكون ده عرض مش مرض، وأحيانا بيكون عرض جانبي لعرض زي حالات العرق بسبب ارتفاع الحرارة الشديد طبعا مصاحب لحالات الحمى، واحيانا بيكون برضو عرض لمشاكل الكلى والكبد والالتهاب الجهاز البولي او احتباس البول، واحيانا بيكون عرض لمرض معدي زي البروسيلا. كل ما نكتشف العرق بدري نقلل الخسائر الاقتصادية ونحسن نتائج المزرعة. طبعا اهمال العرق ممكن يؤدي لفقدان الحيوان وخسائر كبيرة جدا في المزرعة. الخسائر الاقتصادية بسبب العرق بتتمثل في ايه؟ نقص اللبن، بيبقى تأثير سلبي على الكفاءة التناسلية، زيادة عدد الأبقار اللي بيتم استبعادها طبعا من الإنتاج، أنت بتضطر تستبعد الحيوانات دي عشان إنتاجها أقل، ارتفاع تكلفة العلاج والرعاية البيطرية، زيادة مجهود طبعا في إدارة المزرعة بسبب متابعة الحالات المرضية، لأن كل يوم أنت عايز تدي علاج وكل يوم عايز متابعة، وده بيبقى مجهود زيادة عليك طبعا، وبيزود زي ما قلنا التكلفة العلاجية والرعاية البيطرية. العوامل اللي بتسبب العرق زي ما قلنا ان الحيوان بيبقى واقف على ارضيه صلبه زي الاسفلت او الخرسانه، ممكن يعمل التهابات في الرجل وبيعمل عرق، بيزود الحمل على القدمين وبسبب التهابات الانسجه الحساسه في الحافر. قلنا برضو التغذيه اللي هي غير متوازنه، تناول كميه كبيره من المركزات بيزود حموضه الكرش، وده بيؤدي لمشاكل في الدوره الدمويه للقدم وظهور التهابات وتقرحات. يبقى التغذية غير المتوازنة برضو عامل مهم جدا في عوامل ظهور العرق في حيوانات المزرعة، لأن تناول كمية كبيرة من المركزات بيزود الحموضة بتاع الكرش، وده طبعا بيؤدي لمشاكل في الدورة الدموية اللي واصلة لحد القدم ويعمل ظهور التهابات وتقرحات. عدم العناية بالحوافر بشكل منتظم زي ما قلنا، الحافر الطويل أو الغير متساوي بيخلي الحيوان يوزع وزنه غلط، الوزن بتاعه بيتوزع غلط، وده بيزود فرص الإصابة بالعرق. يبقى أنا لازم يكون عندي صاروخ في المزرعة أجلم بيه الحافر كل فترة. أهم الأمراض اللي بتسبب العرق التهاب الأنسجة الحساسة في القدم لامينيتس، وجود نزيف أو تقرحات داخل الحافر، دي من أهم الأمراض اللي بتسبب العرق، إن يكون في نزيف أو تقرحات داخل الحافر. الفوت روت أو الهوف روت اللي هو عفن في الحافر، ترقق نعل الحافر اللي هو السين سول سيندروم. تشخيص العرق ومراحله ومراحل العلاج بتاعته بيبدأ بتقييم مشية الحيوان، وده بيتم على 5 درجات. الدرجة الأولى طبعا الحيوان الطبيعي، الدرجة الثانية خطوات الحيوان بتبدأ مختلفة شوية لكن لسه مش واضحة قوي. الدرجة الثالثة الحيوان بيبدأ ينحني كده والخطوات بتاعته تبقى قصيرة. الدرجة الرابعة الحيوان بيعرج بوضوح وبيمشي بصعوبة، بيبقى باينة في الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة الحيوان مش قادر يمشي تقريبا وبيعاني من ألم شديد. فدي كلها درجات عرج لازم انك انت تلاحظها اول باول عشان تقدر تتعامل صح.
طب ازاي اعمل وقايه وازاي اعالج الحالات دي؟ لازم اتابع الحيوانات بالانتظام، لازم متابعه الابقار بانتظام، وعلاج اي اصابه بطريقه سريعه وفي وقت بدري. بستخدم مضادات حيويه مناسبه حسب الحاله. بنقلم الحوافر بشكل دوري كل 2 ل 3 شهور. بنحسن الارضيات في المزرعه عشان تكون مناسبه لراحه الحيوان. طبعا نعمل ضبط لعملية التغذية لمنع زيادة حموضة الكرش، زي ما قلنا ان التغذية الغير متوازنة بتعمل لي مشاكل. طبعا الاهتمام بصحة القدمين عند الابقار مش مجرد رفاهية على فكرة، ده جزء اساسي من نجاح المزرعة وتحقيق اعلى انتاجية ممكنة من اللبن. وان شاء الله بجيب لكم فيديو واوريكم ازاي بره بيهتموا جدا بموضوع الرجول ديت وتأليم الحيافر، لان طبعا جزء رئيس اساسي جدا في حيوانات الحلاب. لان الحافر لما بيطول زي ما قلنا توزيع الوزن بتاع الجسم بيتوزع غلط على الحمل نفسه، على الرجل بيبقى تحميل خطأ، فبيعمل عرج وممكن يبقى مزمن وما يصحاش على فكرة. وممكن رجلين تقلب لقدام وتلاقي الحيوان ماشي على اطراف رجليه من ورا، على الحتت العريضة اللي من ورا كده، ويقلب وما يرجعش تاني بسبب الاهمال الشديد في تأليم الحافر. فمهم جدا ان احنا نخلي بالنا الارض اللي تحت الحيوان ما تبقاش الكرسانه ناعمه مزحلقه زي ما بشوف انا في معظم الحظائر بتاع الاهالينا المربين الفلاحين العاديين، ان هو يروح يكرسن الارضيه يكرسنها ناعمه، تلاقي الحيوان يجي ياخد حقنه يتزحلق، يجي يقوم يتزحلق. وحالات كتيره فتحت حوض وحصل كسر في عظمه الحوض وشرخ في عظمه الحوض، وده بيؤدي انك انت بتخسر الحيوان بتاعك بسبب حاجات يعني انا اعتقد ان هي سهله مش محتاجه تكلفه، غير انك انت تزود كميه الزلط مثلا في الارضيه بحيث الارضيه ما تبقاش ناعمه، ما تبقاش كرسانه ناعمه. وقدر الامكان احاول افرش طبقه من جش الرز او حتى التراب اللي دمس كتير تحت الحيوان، بحيث ان الحيوان ما يبقاش محتك احتكاك كامل بالارضيه الناعمه. وطبعا تجليم الاظافر قلنا او تجليم الحوافر بيكون من كل 2 ل 3 شهور، دي حاجات من الحاجات المهمه جدا. لازم اتابع الابقار بانتظام، ولازم اعالج بدري بالذات الحوافر. لو في مكان مسمار مثلا، مرات تلاقي الحيوان دخل في رجله مسمار وهو ماشي، دخل في رجله دبوس ابره، دخل في رجليه ابره، الحاجات دي احنا شفناها وطلعناها. زلطه، ممكن زلطه تدخل في الحفر من تحت وتعمل له خراج، الحاجات دي احنا طلعناها بايدينا، مش مثلا بقول لك حاجات ما اتعملتش، لا الحاجات دي احنا طلعناها بايدينا واحنا عالجناها وشفناها بعينينا. وياما حالات كتير فضلنا نعالج على انها التهابات، واقول للراجل ارفع رجلي يقول لا ده انا نظفت مفيش حاجه يا دكتور. ولما تعبت بقى وقعدت بتاع 15 يوم بنعالج في الحاله الالتهابات مش قادره تصحى، يا عم ارفع رجل الحيوان ده. رفعت رجل الحيوان ورحت مطلع منه مسمار، قلت له الله يسامحك لو سمعت كلام من الاول ونظفت انا بدل منك. يعني عشان كده ما بصدقش اي صاحب حيوان يقول لي نظفت، اقول له لا ارفع انا انظف انا بنفسي، انا بنظف بنفسي. رحت مطلع المسمار، طبعا كان عمل صديد وعمل خراج وتعبنا برضه قبل ما نظفنا وطهرنا المكان، لان طبعا الحاجات دي لما بتلحق بدري بتريح. فللاسف يعني لازم تتنظف كويس الرجل، ممكن تلاقي مسمار، تلاقي دبوس ابره، تلاقي حاجه في رجل الحيوان هي اللي عامله له المشاكل دي كلها. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.